ايدي دخلت شنو بين رولتين اللي تسحب الالمنيوم. ايه، فالمفروض يكون عليها نوع السيفتي بحيث الواحد لو كان بروح يقدم على شيء من يفتح البوابه مالت هذا يبند اللاين. المفروض احنا عارفين، صح احنا عارفين، بس شلون انا ما كان قصدي بعد ان اروح ان احوس في دلن الرولات، بس المكان اللي انا كنت ضبطه قريب اليه. يعني الحادث انا مستغرب للحين شلون صار، فبس مجرد انا حسيت يعني نوع اللسعه، شفتين لسعه هاي بعوضه، بس كذا حسيت، بس كذا يعني في ثانيه صار الحادث، بس سحبت ايدي كذا شفتها بهالطريقه، بس يعني شفت بس العظم هو اللي يتحرك، كان واحد عنده هيكل عظمي. شفتين شلون اذا كذا في الاصابع صاروا بس عظم. انا قلت يعني شفت ايدي، قلت راحت ايدي خلاص. في نفس الوقت يعني جاني هالشعور، قلت خلاص ايدي راحت. الاصابع دلين اللي تضرروا في البطن، داخل البطن، يعني يصيرون بين الجلد واللحم. فقال لي الحين بفصل الايد وبخليها عمليه ثانيه تصير عمليه، لان هذا اللي صاروا كلها قطعه واحده. عقب تقريبا اسبوع واحد انه فصل الاصابع مره ثانيه. طبعا عقب الحادث صار لي سنه انا في البيت على اساس ان العلاج والمواعيد وما ادري سنه. بعدين رحت الشركه واشتغلت سكيورتي تقريبا سنه وشوي، سنه ونص. يعني من صادني الحادث الى ما تقاعدت 3 سنوات تقريبا على امتحان للمؤمن. فاهلا به يعني قضاء الله وقدره، ما نجزع عند المصيبه. اللي في أقل زلة بنفس اليوم قرار نقلي إلى قسم آخر، انزين بدون أي إنذار شفوي أو إنذار كتابي أو خصم، مع أن الموضوع كان كلش بسيط. تنقل السيدة إلى المكان الفلاني بدون أي وظيفة معطيني إياها، يعني ما حد كان يقدر يتحكى، كان كل من يخاف. كان لدرجة الموظف اللي يعطيك بصمته وما تشتغل قل بيه لا يكون فنشتوني، كان لهالدرجة الوضع. ويقول لك مثلا انت تبين بريك نص ساعة، بنزيد عليك نص ساعة متأخر، يعني تبينا نص ساعة بنعطيك ل4:30 أو ل5، فتضطرين انت تتنازلين عن البريك مال الغداء اللي نص ساعة. من بدوم فول تايم من غير ما ياكل. أنا كثر ما أقدر كنت أحاول إن ما أغيب، إنه أكون يعني فول تايم، إنه ما في شيء أي مشكلة. صدر قرار التفنيشات وإن الشركة تغلق، كانت في ليلة نيو يير. يعني وزارة العمل قالت لنا لكم حقوق، زين اشتكينا وبعدين ما في شيء. في مال 6 شهور إن المفروض يدفعونا لنا، عقب شهرين نزلوا لنا المبلغ، بس بعد ما كان منتظم كل شهر، كان كل 40 يوم كل شهرين، لدرجة إن أنا عقب تقريبا 10 شهور خلص مال 6 شهور اضطريت ان انا انقل من شقتي وارجع بيت امي، لان بيكون عندنا التزامات، كان عندي قروض، كان عندي خدامه، وكان عندي اياه الصغير 1 سنة و4-5 شهور. انت جامعيه بنعطيك 400 دينار. زين تعالي حق ال6 سنين الخبره او خبرتك او كوحده جامعيه، بقول لك احنا نمشي ضمن القانون. ايش بتقولين؟ لا، لدرجه ان مضطرة تتكلم أحد من عائلتنا إنه يشغلني في شركته أي شيء. إنه تقول بس اشتغلي شيلي روحك تلقي لك شغل وظيفي في الحكومة، بس للحين ما في شيء. أحس الحين كل تهشم العظام اللي في ذاكرتي، ضربات النشيم تهشم العظام مالها إلى الحين الصورة في بالي. يعني الصوت تكسر العظام مال رجولي يعني كذي. يعني كل شيء مو قاعد اتذكره بالضبط شنو اللي صار، بس هي اللحظه اللي قاعد اتذكرها هي تهشم العظام مالتي. هاي الصوره اللي قاعده تروح من بالي شنو، بس اقول ايش القضاء والقدر بعد. ساعات يمكن كرينه قاعد تمشي من فوق راسش برغي يطيح منها يتبطل، ما حد ينبه. صحيح. يطيح على عامل، هي صارت عندنا مره، بس الحمد لله سلم
كان عامل تو تباعد طاحت مكانه. صحيح. يعني كان احتمال يروح فيها العامل.